احب اقول لك ان في 37 عربيه زيرو في مصر اقل من مليون جنيه، وان 18 عربيه منهم تحت ال 800,000. يلا بينا نشوفهم مع بعض. يا جماعه النهارده معانا خريطه كامله لسوق العربيات الزيرو في مصر تحت مليون جنيه. هنعرف العربيات واسعارها وبلد المنشأ، ونشوف السوق ماشي ناحيه مين، الصيني، الياباني، الكوري ولا الاوروبي. خليك معايا للاخر عشان الخلاصه هتفرق معاك كتير. تعالوا نشوف ارقام مهمه قبل ما نبدا. اجمالي العربيات تحت مليون جنيه 37 عربيه، تحت 800,000 جنيه 18 عربية، من 800,000 لحد مليون 19 عربية. يعني أكتر من نص السوق داخل على فئة ال 800,000 وطالع. أول فئة العربيات لحد ال 800,000 جنيه. الياباني موجود في السوق بأربع عربيات، وهم السوزوكي اسبريسو 549,900، النيسان الصني ب 645,000، والميتسوبيشي الأتراج ب 740,000، والميتسوبيشي الميراج ب 755,000 جنيه. الياباني هنا اختيارات قليلة بس اعتمادية وسهلة في إعادة البيع. الماليزي موجود في السوق بعربية واحدة، وهي البروتون ساج ب 649,900، وهي من أرخص العربيات الزيرو في السوق حاليا. الصيني داخل في السوق ب 10 عربيات، وهم البي واي دي الاف 3 ب 650,000، والشيري اريزو 5 ب 655,000 جنيه، والشيري الاريزو 5 الفيس ليفت ب 665,000 جنيه، والشيفروليه اوبترا ب 699,900، والجاك الاس 2 ب 709,900، والبايك اليو 5 بلس ب 724,900، والعربيه الكهرباء الدونج فينج بوكس ب 770,000، والدونج فينج الشاين ب 790,000، والام جي 5 ب 799,990، والكايي الاكس 3 برو ب 799,995,000. الصيني هنا مسيطر عدديا وبقوه تحت ال 800,000، في اختيارات وفئات سعريه مختلفه غير المواصفات والاوبشن. الأوروبي موجود بالرينو تالنت 647,900، والرينو كارديان ب 799,900. دول خيارين أوروبيين ممتازين للي عايز يركب عربية أوروبي وبراند تقيل ومعروف، ويبعد عن خوف تملك الصيني. الكوري موجود بالهيونداي أكسنت الار بي وسعرها 730,000 جنيه. ده اختيار اعتمادي واقتصادي من الدرجة الأولى لعربية وتوكيل ثابتين مكانهم في سوق السيارات في مصر. تاني حاجة فئة العربيات من 800,000 لحد مليون جنيه. الياباني هنا موجود معانا بخمس عربيات. اول واحده السوزوكي سياس 809,900، السوزوكي سويفت الديزاير ب 829,900، السوزوكي سويفت ب 849,900، والنيسان السنترا ب 899,000، والسوزوكي البالينو ب 915,000. الصيني معانا 13 عربيه، وهم الجيلي الامجراند تبدا من 839,000 جنيه، والجيلي الجي اكس 3 برو ب 849,900، والشيري تيجو 4 برو ب 875,000، والشالجان السي اس 35 بلس ب 925,000، والشيري تيجو 7 929,000، والام جي زد اس 929,900، والسويست الاس 05 949,000، والجاج الجي اس 4 989,900، والجي اي سي امباو 995,000، والجاك الجي 7 998,000، والجيل الكوري 999,000، والشانجان الايدو بلس 999,900، واخيرا ام جي جي تي 999,990. الكوري معانا عربيه من توكيل غبور، وعربيه قديمه ولها اسمها في السوق، والناس بتاخدها كاختيار امن، وهي الهيونداي الانترا الاي دي ب 900,000 جنيه. الخلاصه 37 عربيه زيرو تحت المليون، و18 عربيه تحت ال 800,000، و19 عربيه من 800,000 لمليون. الصيني هو المسيطر الأكبر، والياباني والكوري أقل عدد بس اختيار مضمون لكتير من الناس للاعتمادية وإعادة بيع أفضل. الأوروبي موجود وبيتمثل في الصانع الفرنسي رينو، وده اختيار اللي حابب يركب عربية أوروبية لكن اختياراتهم محدودة. في النهاية السوق واضح، عايز سعر ومواصفات هتختار الصين، عايز اسم واعتمادية معاك ماركات يابانية وكورية بخبرة في السوق. قولوا لي في الكومنتات ميزانيتك كام وأنهي عربية هتختار، وقولوا لي لو حابين نعمل مقارنة بين عربية معينة أو ترشيحات للأفضل في فئة سعرية معينة. متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. سلام.